السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنا في 13 شهر في 2010 في 2021. هادو المغاربة وهادو هما تيتعرضوا دابا حاليا للتعذيب العنيف من طرف اليونانيين. شوفوا المغاربة دابا حاليا تنهضروا مع المغاربة كاملين باش تالي جا باش يعرف شنو تيديروا المغاربة حاليا في هاد الساعة هذه. شوفوا المغاربة التعذيب اللي تيتعذبوا فيه دابا حاليا، لاحظوا. شوفوا عباد الله شنو تيديروا لعباد الله، شو كيرجعوا عباد الله. وجوج ديال الناس دابا حاليا راهم مشاو للسبيطار في حالة خطيرة لأقصى درجة وفي حالة الموت. دابا هادو هما المغاربة، تعذيب العنيف لأقصى درجة، لأقصى درجة ما تخيلش في دماغك كيفاش يتعذبوا البشرية. والمهم اللي بغى يجي لتركيا وفكر انه يجي لتركيا يشوف هذا الشيء هذا قبل ما يجي لتركيا، والله يرحم. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اولا كنعتذر على هذا الغياب هذا، وكنشكركم على الميساج ديالكم، وكنشكر عليكم على التواصل ديالكم من خلال الانستغرام او من خلال الحساب الشخصي ديالي على الفيسبوك. كنعتذر مره اخرى على هذا الغياب هذا، ولكن هذه المره ما جيت باش انني نهضر على جزء معين من الرحله او انني نكمل القصه ديالنا، ولكن جيت الاخوان كيف تنقولوا لسبب واحد، هو انه بالعربيه السكين وصل للعظم. كيف ما كتعرفوا الاخوان، انا من النهار الاول اللي هضرت على الطريق واول فيديو حطيت اللي عرفتوني به تقريبا عام هذا، عمري قلت لشي واحد انه نقول ليه مثلا سير شد هذيك الطريق او لا كنحرض شي واحد بالعربيه هكا كيف تنقولوا انني نحرض شي واحد نقول ليه شد هذيك الطريق. ولكن هذا الفيديو درته الاخوان باش انني نهضر على المستجدات ديال الطريق. لي ديغنيغمون الاخوان بان واحد لا فيديو اللي اش غنقول لكم شخصيا ما قدرتش نكملو، ما قدرتش نكملو. علاش؟ حيت راه داكشي اللي كيتعرضوا ليه الاخوان ديالنا في الحدود ديال تركيا اليونان، والله العظيم انا ما شفتوش. كنا كنقولوا كرواتيا صعيبه، كرواتيا خايبه، كرواتيا كيديروا كرواتيا، ولكن راه هذا الشيء اللي كيوقع حاليا للدراري في الحدود ديال تركيا اليونان انا والله ما جامي شفتو، اقسم لكم بالله العلي العظيم. صراحه هذا الشيء راه بزاف تيضر في الخاطر، راه مجزره في حق الحراقه وفي حق المهاجرين، جريمه متكامله دو ا زد. والله العظيم هادشي راه بزاف. كنا كناكلوا العصا، كنا كنتعذبوا، كانوا كيتكرفسوا علينا، كانوا كيديو لنا حوايجنا، كيوقعوا مجموعه المسائل، ولكن الامور ما عمرها وصلت لهاد الوقائع هادي ولهاد الدرجه هادي وهاد التعذيب ان صح التعبير اللي ولاو كيتعرضوا ليه المهاجرين الاخوان. الوغ الاخوان حاليا ما قدرتش نقولها، ولكن خاصني نقولها. الاخوان حاليا اليونان راه صعيبه وبزاف، والله العظيم. يعني اي واحد بغى يدير شي رحله الاخوان حاليا اليونان، الله يرحم لكم الوالدين، والله لك هكا كتنقولها ديريكتومون، الله يرحم لكم الوالدين. لا ما فكروا 100 تخميمه ولا واحد ضربه بلا مقص تقولها المسلمين ديال بورما ولا شي حرب هذه ولا شي حاجه حشومه، واش تقول ان هذوك مهاجرين. والله القسم الاخوان هادشي راه صعيب حاليا الاخوان، الله يرحم لكم الوالدين. اللي بغى يدير تركيا اليونان والله العظيم الاخوان يا اما يفكر مزيان ويقلب على شي طريقه اللي تتخرج، ما يجيش بهذيك الفكره كيما كندوز كيدزنا حنا في 2019 2020. هز حوايجك وسير قصد لحدا وسير. راه والله العظيم الاخوان كيفاش كطيحوا في يديهم راه ما كاين لا رحمه لا شفقه لا حتى شي حاجه. والله العظيم شخصيا ما بغيتش نشوف شي تصاور وحدين اخرين، ما بغيتش نشوف شي فيديوهات وحدين اخرين اللي الصراحه غادي يزيدوا يضرونا في قلبنا اكثر من هذا اللي شفنا والله. وفي اخر المطاف كنتمنى ان شاء الله التوفيق لكاع الحراقه وكاع المهاجرين فين ما كانوا، لا في الدراري ديال طريق تركيا ولا الدراري اللي دايرين طرقان وحدين اخرين، سواء دايرين طريق ليبيا او دايرين طريق البحر. كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. وكيف ديما ما تنساوش تشجعونا بابوني، ولا عندكم شي سؤال حول الطريق خليوه لينا في كومونتير او تواصلوا معنا في الحساب الشخصي ديال القناه على الانستغرام. السلام عليكم ورحمه الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.